السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت اهلاوي يبقى الرسالة دي ليك، ما تجادلش اي زملكاوي في الكورة. نصيحة مني، ما تجادلش اي زملكاوي في الكورة. قبل مباراة القمة نادي الزمالك عمل مؤتمر وكان بينتقد الحكام المصريين، ان الحكام المصريين افسدوا البطولة، الحكام المصريين ضيعوا عليه نقط كتير، الحكام المصريين ضيعوا منه ماتشات، الحكام المصريين ضيعوا منه بطولات. ولما جيت ماتش القمة المفروض ان الاهلي كان متفق على حكام اجانب، فجأة لقى اتحاد الكورة معين حكام مصريين للمباراة، فقرر الاهلي انه يواجه المنظومة الفاسدة اللي فعلا اكتر متضرر من المنظومة دي هو النادي الاهلي وبعض الاندية. طبعا في اندية كتير يعني مظلومة من المنظومة دي، فقرر الاهلي انه يواجه. فبدل الزمالك اللي هو من كام يوم كان بيصيح ان الحكام المصريين افسدوا عليه بطولات وضيعوا عليه نقط وبوظوا عليه ماتشات، بدل ما يتضامن مع الاهلي ويحط ايده في ايديه ويواجهوا مع بعض المنظومه الفاسده دي، لا، لعب لمصلحته. ان هو لما لقى الاهلي انسحب من المباراه فقرر انه يحضر المباراه. ولما اتحاد الكوره حاول ان هو يأجل المباراه ساعتين ويجيب حكام من السعوديه تدير المباراه، في اللحظه دي بقى بان الزمالك على حقيقته، اللي هو كان بيطالب بحكام اجانب. بدل ما يوافق انتهز الفرصه وراح مصمم انه مش هيلعب المباراه الا بالتحكيم المصري وفي ميعادها. فكده واضح على حقيقته. فانت هتجادل مين؟ هتجادل شخص منافق؟ مش هينفع. فدلوقتي نادي الزمالك اثبت للجميع ان هو منافق وكذاب، وكل المؤتمرات اللي عملوها قبل كده دي مجرد خداع لجمهورهم الغشيم. فاحنا هنتناقش مع ناس غشيمه، ناس ما بتفهمش في الكوره، هنجيب تعب القلب لنفسنا وتعب الاعصاب لنفسنا. فنصيحه مني لجماهير الاهلي العزيزه، ما تجادلش اي زملكاوي. اظن الرساله وصلت. السلام عليكم.